السلام عليكم يا البنات. اليوم جبت لكم وصفة رائعة جدا لعلاج مشكلة مزعجة بزاف اللي هي قشرة الرموش. كما تعرفوا بزاف الناس هذه المشكلة يعانوا منها بزاف من النساء، والحمد لله يا ربي يا الحنين يا الكريم لقيت وصفة فعالة بزاف، وهذه الوصفة هي شامبوا تاع جونسون. تابعوني باش تعرفوا كيفاش تقدروا تستعملوه بطريقة بسيطة وآمنة. بون البنات، كيما شفتوني رسمت لكم العين هكذا باش نفهمكم مليح، لانه هذا الفيديو سبقت انا حطيته في القناه نتاعي عندي 3 سنين ملي حطيته، وهذه الوصفه راني جربتها لبنتي خصيصا. وصفه رائعه والحمد لله يا ربي برات من هذه قشره الرموش وتهنينا منها كامل. حبيت نزيد نعاود لكم هذا الفيديو باش تزيدوا تستفادوا اكثر واكثر اللي مازال ما شافش الفيديو. بالنسبه لهذا للامانه هذه الوصفه يا البنات انا طاها لي دكتور مصري، بنتي كتبت له في الميسنجر وعطيت له اعراض تاع بنتي، قلت له وريت له هاي واش عندها القشره تاع الرموش، قال لي عليك وعلى جونسون، ورا لي طريقه ودرتها لبنتي. والله يا البنات امنه والحمد لله وبرات من قشره الرموش. بون هنا رسمت لكم العين. ليه رسمت العين؟ لانه سبقت وريت الفيديو كاين بزاف اللي ما فهمونيش. هنا تستعملي شامبو تاع جونسون اللي هو امن تاع البيبي، راهو يدير 65,000. دوك نعطيكم فوائد تاع شامبو جونسون. هنا راح ديري بعض قطرات في يديك، بعض قطرات في يديك، وبعد ما تكوني شمختي عينيك راح تروحي فقط للمنطقه تاع الرموش، ماهيش العين كامله، تروحي وين كاين الرموش. انا رسمت لكم من الرموش كما شفتوني، رسمت دوك النقاط يعني باش تفهموني. اجعلوا دوك النقاط هما القشره. لكم صوره تاع وحده عندها رموش هكذا، كانت بنتي بريس كيما هي، كان عندها هكذا القشور في عينها، وكاين بزاف اللي عندهم قشور اكثر واكثر في العين، حتى تلقيهم خلاص راح يتسكر ديك العين. هنا راهو مرض خطير، ما تخليش هذيك القشره تتعبى لك في عينيك وتولي ما تقدريش خلاص تشوفي. هنا من احسن تعالجي القشره تاعك بالشامبو تاع جونسون. هنا ملاحظه، انا بنتي استعملت كامل مراهم وما كانت حتى نتيجه من غير النتيجه اللي كانت نهائيا هو الشامبو تاع جونسون، وراهو داير حاله كامله راهم يداوي بهذا الشامبو. انا قلت لكم ما شاء الله. شوفوا لي هنا كيما قلت لكم ديروا بعض قطرات في يديكم هكذا بعد ما تكوني عينيك تكوني شمختيها من قبل. وهذوك اللي قلت لكم هذوك اللي وريتكم صورت لكم يعني درت لكم بيبي برك، حاولت نرسم لكم العين في يدي باش تفهموني كيفاش ديري ماساج. ديري ماساج هكذا حوالي 3 دقائق وانت ديري ماساج. كي ديري ماساج وتكملي 3 دقائق تروحي تغسلي عينيك وتنشفيها، ومن بعد كل 3 ايام 3 مرات في اليوم، عفوا 3 مرات في اليوم وانت ديري هذا الوسمو. هنا تبقاي ديري يوميا هذا تغسلي وجهك بالشامبو تاع جونسون يوميا حتى